عملت مخلل الطماطم، ما تنسيش تحطيه في باب التلاجة عشان يبقى. يا مساء الخير والسعادة، يا رب تكونوا جميعا بخير. ما تيجوا نعمل كده مع بعض شوية فلفل مخللين، بما ان الفلفل اليومين دول سعره حلو ورخيص، هو والليمون. الليمون نزل طبعا. فالمهم هنعمل حبة الفلفل دول الاول. دول حوالي كيلو فلفل في حلة على النار بتغلي كده. هنزل فيها بشوية بحبة الفلفل، طبعا يا دوب دقيقة واحدة. انا مش بسلقه، انا مجرد بديله كده ريحة المية السخنة. هنزل بيهم كده. انا بحب مخلل الفلفل قوي، ما بخلوش من عندي حتى لو هو غالي، لازم الفلفل المخلل يكون عندي. نزلت بيه كده في حمام مية ساقعة، هسيبه كده برضو حوالي نص دقيقة في المية الساقعة عشان ينزل السخونية بتاعته. وهبدأ بقى مرحلة التخليل والتكة اللي انا بعملها في اي مخلل عندي. يعني انا كل نوع مخلل بحب اعمل تكة مختلفة. بصي بقى معايا يا ست الكل، ادي شكل الفلفل اهو زي ما هو سليم، يعني ما تبهدلش ولا اتهرى في المية السخنة. انا ما كملتش في معايا نص دقيقة، وبرضو حوالي نص دقيقة او دقيقة في المية الساقعة نزل كل السخونة اللي كانت فيه جواه يعني. المهم ادي الملح، حوالي معلقتين 3 ملح، وعليهم فصين توم معتبرين كده، معلقة سكر. هنا بقى عصرت 3 ليمونات، وحطيت حوالي اكتر من ربع كوباية خل، والباقي ده كله زيت. انا بحب الزيت في المخلل. ده برطمان صغير عادي فيه المية، سخنتها وبردتها. اهم حاجة في المخلل المية بتاعته تكوني مسخناها، ما تجيبيش ميه من الفلتر، لا سخني ميه وبرديها، عشان ولا هتعمل معاكي ريحه ولا هتعمل معاكي اللي هي الريمه البيضه دي، او اي لون يغير في المخلل او اي طعم يغير في المخلل. الميه السخنه بتمنع ده كله. في شويه الميه اللي جوه البرطمان الصغير ده هنزل بقى بشويه الملح، هنزل كده بالثوم، شويه الملح، اي ملح طلع من بره هنجمعه في الاخر. هنا معلقه السكر، معلقه اهي وافيه سكر، هقلب كده، هقلب الليمون مع الخل مع الزيت، وهنزل بنص الكوبايه في البرطمان. بصوا بتظبطوا الملح ازاي، دوقيه على طرف لسانك. يعني وانتي بتعملي الملح بتاع المخلل، انا والله بظبطه عن طريق ان انا ادوقه على طرف لساني. انا بستحمل الملوحه دي في طعم المخلل بتاعي، يبقى انا هعمل كده. الملح كده مظبوط خالص. طبعا معلقه السكر دي بتحافظ على القرمشه بتاعته. هنزل، شايفين البرطمان انا عملته ازاي؟ ورقه فويل حته صغيره كده، لفيت بيه الداير ما يدور بتاع بق البرطمان، عشان بس يتقفل معايا حلو. انا بحب اعملها كده في البرطمان، بيظبط معايا القفل. انا بنزل كده الفلفل جوه البرطمان، شايفين انا اهو بحط كل الكميه جوه البرطمان. ما تنسوش ورق اللورة او ورق اللي هي اللوري دي
تحطيه على وش البرطمان، عشان الصراحة بيمنع اي لون، اي عفونة، بيمنع حاجات كتير اهو. ده بقى المحلول اللي انا عملته: سكر، ملح، ثوم، ليمون، خل، وايه تاني؟ ليمون وخل وزيت. هحط كده ورق اللوري، ادي هو الورق اللوري، وهكمل برضو ميه سخنه انا مبرداها. هكمل بقى الميه بتاعت الفلفل. طبعا احنا ظابطين الملح على كميه الميه دي اهو. بدوس تكوني حاطه حوالي 4 ورقات من ورق اللوري كده. هقفل كده واهو، عملت كده مخلل الفلفل، وبالهنا والشفا. طيب جربتي بقى يا ست الكل مخلل الطماطم؟ ما تيجي نعمل كده مخلل الطماطم حبة صغيرين تحطيهم في باب التلاجة، كل ما تعوزي كده تاكلي حاجة تبدأي معاهم او بيهم. بصوا بقى، كام حبايه طماطم على قد البرطمان اللي انتي هتخللي فيه. انا بعمل في برطمانات صغيره زي كده. كام واحده طماطم، كل واحده هتقسميها اربع. بصله هتقطعيها كده طرنشات ولا شرايح. كزبره او شبت لو عندك. معلقه هريسه، معلقه كزبره، معلقه كمون، طبعا فصين محترمين كده توم ناعم، الملح، بقيت عصير الليمون والخل والزيت اللي احنا عاملين بيه الفلفل حالا. هنعمل بقى ايه؟ حبة مخلل الطماطم دول. طبعا هنا المية اللي انا مسخناها وبردتها، بحب اعمل كده المحلول الاول في برطمان صغير واظبط الدنيا. هننزل شوية الملح، معلقتين ملح يعني دول. هننزل بقى معلقة الثوم، معلقة الهريسة والكزبرة والكمون. وهننزل ليمون، خل، زيت اللي احنا لسه عاملينه. ما تنسيش هتدوقي درجة الملوحة من خلال طرف لسانك، وانت اللي هتظبطي على حسب بقى ميولك. انت بتحبي المخلل زايد ملح ولا مظبوط ملح؟ انا دقته لقيت الملح مظبوط جدا. هنحط بقى الطماطم، البصل اهو نفتحه كده. هنحط واحدتين عودين كزبره صغننين كده. هنكمل الطماطم، هنحط بصل. انا مش بكتر بصل عشان ايه؟ البرطمان صغير، فيا دوبك على القد اهو. لو اتبقى كميه من الطماطم طبعا بعملها في برطمان تاني. هحط واحده كزبره، البصل. المخلل ده رهيب، احلى ما انت تكوني عامله طماطم مخلله اللي هي بالثوم دي يعني على باب التلاجة كده، يتحط في باب التلاجة قصدي، تحطيه وتاكلي منه في اي وقت. لو بعمل في برطمان اكبر من كده ممكن يقعد معايا اسبوع، يعني على حسب كميتك انت بقى، حر براحتك. وهنا بصل تاني اهو، كزبره. وهنزل كده بقى بالمحلول، هقلب المحلول قبل ما انزل بيه.
حبة الطماطم دول برضو هعملهم في برطمان تاني اهو. الهريسة هتخليها حلوة قوي كده. وهو خللت الطماطم في خلال، وبكده انا خلاص وصلت لنهاية الفيديو اهو. خلاص خلصت الطماطم زي ما قلنا عملتها. هحطها في باب التلاجة في خلال ساعة، هاكل منها عادي براحتي مع سمك مشوي، مع مشويات، مع اي حاجة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهاردة، طريقة تخليل الفلفل مع طريقة تخليل الطماطم. يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم في كل حاجة بعملها لكم. ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة واللايك الحلو منكم عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.